من كام يوم اتكلمت عن قد ايه ان دور الكلمه مهم، وعن انا مش مهتم ومش فارق معايا اذا كان صلاح اتكلم في اللي بيحصل في فلسطين ولا لا. بس انا من جوايا زعلان وحزنان وعارف ان دور صلاح مهم وكلمته هتفرق وان دوره فعلا ملحمي. يعني مش عايز اجعلص الكلام، بس صلاح واحد من الناس فعلا ليه جمهور على مستوى العالم، اذا كان عرب اجانب افارقه، كل دي ناس عارفه صلاح وبتتابعه وتتفرج عليه بحكم ان هو في واحد من اهم الدوريات اللي في العالم. انا ما كذبتش، ولا كل الناس اللي كانت بتزايد على صلاح هي ما كانتش بتزايد. فعلا صلاح دوره مهم، كلمته مهمه. يا اخي في 21 دقيقه كلمته اتشافت اكتر من 10 مليون مره. ده ما في يعني في رؤساء بيتكلموا دلوقتي دورهم مش بنفس الدور ده، كلمتهم مش متشافه بنفس القوه دي. وده مش شطاره من صلاح على قد ما موقعه او مركزه في العالم مخليه صوته متشاف ومسموع. كان من الخجل والخذلان ان احنا ما نشوفوش في وقت زي ده. بمنتهى البساطه، ما تبقاش سطحي، ما تبقاش غبي. المقاطعه بتفرق، الكلمه بتفرق، الشير والريتويت بيفرق. لو ما كانش كل ده مهم، ما كانش كل المنصات دي بقت بتحذف كلامك وبتشيله وبتتعامل كأنك مش موجود. كل ده بيحصل وعلى مسمع ومرأة العالم كله. وكل ده برضو مش صدفة. المجتمع اللي احنا في حرب معاه قدر يستحوذ على كل حاجة تقدر تدافع بيها عن نفسك، بداية من السلاح، بداية من دعم الدول العربية كلها بلا استثناء. محدش قدر يدخل ازازه ميه واحده لحد النهارده، بقى لهم 10 ايام تحت ضرب وقصف وقمع، يعني بشكل اباده جماعيه وعقاب جماعي مش طبيعي. محدش عارف يدخل ازازه ميه. هل ده حد كان يصدقه لو كنا اتكلمنا في نقطه شبه دي من شهر فات؟ الريتويت بيفرق، الشير بيفرق، اللايك بيفرق، كل دي حاجات بتفرق، لان انت مش في حرب مع جبهه او مش مع كيان واحد. انت كل وسائل المساعدة اللي ممكن توفرها عشان تساعد بيها الناس دي، حتى لو بالكلمة هم منعوها عليك. كل حاجة ممكن تقدمها لهم من ورا الصحراء اللي مش قادرين نعديها، كل دي وسائل اتمنعت عليك. انت مفيش في ايديك لا حول ولا قوة الا بالله والدعاء. اختصارا لده، عندك رأي شايفه مهم حطه، يعني ارميه طالما مش هيغير حاجة في وقت زي ده. رأيك لو ما كانش هيخدم القضية فهو حرفيا خيانة. انت بتخون الناس دي في احلامها. اسمعهم هم بيقولوا فين العرب، فين حكام العرب، وين؟ وعلم على كل واحد كان المفروض يكون موجود وما كانش. وخد بالك الناس دي كانوا النهاردة بينعموا وبيفروا او امنين من اللي بيحصل، فالزمن قلاب، كل الزمن قلاب. كل الناس دي هيجيلهم يوم وهتشوفهم يعني أسوأ من كونهم في عرض البحر، كلهم بلا استثناء. حتى الناس اللي كانوا هم بيستغيثوا بيهم وباعوهم بشكل رذيل، بشكل مهين. الناس دي كلها تشوف الدنيا بتقلب عليهم الآية، وهتشوف الناس دي معكوسة.